سنة 2023 كانت سنة مليانة بالألعاب، لكن لو جينا نبص على الألعاب اللي من مطورين مستقلين هنلاقي إنها مش بتاخد نفس الاهتمام والتقدير اللي بتاخده ألعاب التريبل اي. عشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن ألعاب الإندي أو ألعاب من مطورين مستقلين، وأنا متأكد إن معظم الألعاب اللي هتكون في القائمة بتاعت النهاردة ما كنتوش تعرفوا عنها حاجة. ولو عرفتوا ألعاب من القائمة دي أو عندكم ألعاب تانية عرفوني في الكومنتات. معاكم عمرو شريف من قناة ريترو جيمر، وهنتكلم النهاردة عن أفضل 10 ألعاب إندي في سنة 2023. يلا بينا نبدأ. رقم 10 معانا سوبر باف اتش دي. هي لعبة شوتر من منظور الشخص الأول، وهي واحدة من أمتع ألعاب الشوتر اللي لعبتها من فترة. هي هتخليك تدمنها. ممكن الناس تشوفها تقول لك لعبة سخيفة، لكن لما تجربها هتحس بالعكس. أسلوب اللعب السريع والجرافيكس هيخليك تدمنها. لعبة تستحق إن أنت تجربها. رقم 9 معانا Incident at Groove Lake. تقدر تلاقيها على موقع itch.io. هي لعبة رعب قصيرة. قصة اللعبة إنك بتلعب بدور محقق خاص، حد تواصل معاه إنه شاف حاجة خارقة للطبيعة في منطقة 51. اللعبة بتتميز باستخدام الصور اللي انت بتلاقيها وتحقق فيها، وإنك بتستخدم الراديو عشان تسمع الرسائل اللي بتوصل لك وتحللها. والسرد القصة اللي في اللعبة بيتقدم بشكل جميل جدا. على الرغم ان اللعبة قصيرة جدا حوالي نص ساعة، فهي ممتعة بشكل رهيب جدا. عشان كده لو بتدور على لعبة رعب قصيرة تلعبها في وقت فراغك، فأنا أرشح لك لعبة Incident at Groove Lake، وتقدر تحملها من موقع itch.io. رقم 8 معانا Rain World Downpour. لعبة أنا لعبتها من قريب، على الرغم من صعوبتها الشديدة إلا إني بوصفها كواحدة من أجمل ألعاب الإندي اللي لعبتها. Rain World Downpour هي DLC نزل للعبة الأصلية Rain World في سنة 2023، واللي ضاف قدر كبير جدا لمحتوى اللعبة. وهي كانت تعاون بين مطورين اللعبة ومجتمع المودز أو المودات، واللي ضاف 5 أنواع من السلاج كات، وكل واحدة فيهم ليها مهارات مختلفة، واللي يعتبر بيسهل عليك اللعبة نوعا ما. تعتبر من أكتر ألعاب المغامرات الممتعة، واللعبة موجودة على البي سي والبلاي ستيشن والإكس بوكس. رقم 7 معانا The Bed We Made. هي لعبة غامضة من منظور الشخص الثالث، بتدور أحداث اللعبة في أواخر خمسينات القرن الماضي. بتلعب فيها بدور خادمة في فندق، واللي بتكتشف حاجات المفروض إنها ما تعرفهاش. واللعبة مليانة بالغموض وجرائم القتل. والحلو هنا إن المطورين ادولك جميع الهبال عشان تنغمس في اللعبة، وده بسبب كمية الفضول اللي هتبقى عندك. اللعبة بتاخدك في رحلة استكشاف عميقة، بحيث إن أنت بتقدر تتجسس على الناس اللي حواليك وتتعمق في كلامهم وتسمع حوارات مظلمة بتخليك متوتر من الناس اللي موجودة حواليك في اللعبة. مشكلتي الوحيدة مع اللعبة إنها بتخلص في 6 ساعات. كنت أتمنى إنها تكون أطول من كده. اللعبة موجودة على البلاي ستيشن والإكس بوكس. رقم 6 معانا Kill the Crows. هي لعبة شوتر على الطراز الغربي، واللي بتشبه في أسلوب اللعب بتاعها لعبة Hotline Miami، بحيث إن قصة اللعبة مرضية نوعا ما. اللعبة بتعتمد على قتل أعدائك على هيئة ويفز أو مراحل. اللعبة هتخليك تدمنها من أول ما تلعبها، وده بجانب الأسلوب الفني والموسيقي اللي اللعبة بتقدمه. واللعبة حرفياً قدمت لي تجربة ممتعة بشكل حلو جدا، واللي فضلت ألعبها معظم السنة اللي فاتت. لعبة أرشحها ليك تلعبها وبجدارة. رقم 5 معانا مونستون آيلاند. هي لعبة تشبه لعبة ستارديو فالي، بحيث إنها بتقدم مزيج بين الزراعة والحياة المجتمعية، بحيث إن أنت بتزرع وبتقوم بتطوير المجتمع اللي حواليك. واللعبة بتقدم فيها إنك بتقاتل وحوش وبتجمع بطاقات، بالإضافة إنك بتستكشف أبراج محصنة. طور الأونلاين فيها جميل جدا، وبتقدر تلعبها برضو على نفس الجهاز. اللعبة متوفرة على البي سي. رقم 4 معانا Dungeon Golf.
زي ما هو واضح في الاسم، اللعبة مزيج بين الجولف وإنك تحارب في الزنازين. على المستوى الشخصي أنا عمري ما كنت بقرب من ألعاب الجولف العادية، لكن هنا المطورين عملوا واحدة من أفضل ألعاب التعاونية. أسلوب لعب اللعبة بيشدك ليها، بحيث بتلعب أنت وصحابك وتحاولوا تكسروا كور الجولف بتاعتكم أو تبعد الكورة اللي خلاص قربت توصل للنهاية وقربت تفوز. واللعبة في منها نسخة على الإنترنت. اللعبة موجودة على ستيم، أرشحها ليك وبجدارة. رقم 3 معانا Gravity Circuit. اللعبة بتقدم تجربة مسلية للاعبين. اللعبة بتجمع ما بين ألعاب ميجا مان الكلاسيكية ومقاتلة الزعماء، وبتعتبر فكرة إنك تجمع العناصر وتقاتل أعدائك باستراتيجية موضوع ممتع ومثير للاهتمام. وتصميم المراحل وبيئة اللعبة بتدي جمالية رائعة جدا. وممكن تضيف إن اللعبة بتديك توتوريال بسيط وممتع عشان يعرفك على اللعبة. اللعبة تعتبر واحدة من أفضل الألعاب اللي موجودة حالياً، وموجودة على البي سي والبلاي ستيشن ونينتندو سويتش. رقم 2 معانا فيديو فيرسا. هي عبارة عن مغامرات قصصية قايمة على رواية بصرية تفاعلية، بحيث إنك تعرف قصة شاب في التسعينات بيقضي وقته في الانخراط في المجتمع. واللعبة بتقدم ليك حوارات ومواضيع هتأثر على مشاعرك من حيث الفرح والحزن واليأس والأمل. لو بتحب النوع ده من الألعاب فلعبة فيديو فيرسا هتعجبك، وموجودة على ستيم. رقم 1 معانا مون رينج. هي تعتبر من أكتر الألعاب المستقلة المحبوبة في مجتمع اللاعبين. اللعبة من تطوير دين كارتر اللي كان من مطورين لعبة فيبل. اللعبة بتتميز بمظهر القديم أو الريترو اللي بيجمع بين اللونين الأحمر والأسود. بتتميز اللعبة إنها بنفس الأسلوب اللي كان موجود في ألعاب الثمانينات. كارتر كان بيقول إن نفسه اللعبة ترجع اللاعبين للحقبة دي من الزمن. اللعبة مجانية وموجودة على ستيم. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى تسيب كومنت تقول لي رأيك فيه، ولو عندك ألعاب شايفها تستحق التجربة اكتبها في الكومنتات، وما تنساش تضغط على زرار اللايك، ولو مش مشترك اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. معاكم عمرو شريف من قناة ريترو جيمر، تصحبكم السلامة.